بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. خالد الغندور يكشف سبب فشل انتقال نجم سوبر إلى الزمالك. كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن سبب فشل انضمام الغاني عبد العزيز عيسى جناح فريق دريمز الغاني وبرشلونة الحالي لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. كان نادي برشلونة الأسباني تعاقد مع اللاعب صاحب 18 عاما في الانتقالات الصيفية الجارية. وقال خالد الغندور في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اف ام: أنا شفت عبد العزيز عيسى في مباراة الزمالك ودريمز في بطولة الكونفدرالية، ولديه ثقة غير طبيعية في النفس وقوة جسمانية، ويتحكم في الكرة بشكل غير طبيعي. وأضاف: حاولت التواصل مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع عبد العزيز عيسى، وكان الرد إن شاء الله، ربنا يسهل هنشوف. اللاعب انتقل إلى نادي برشلونة الأسباني بعد ذلك. بصوا بقى يا جماعة، اللاعب عبد العزيز عيسى ده الجناح بتاع فريق دريمز الغني اللي الزمالك لعبه في الكونفدرالية السنة اللي فاتت. واللاعب ده تألق في الماتشين بتوع دريمز والزمالك. هما الزمالك خسروا من خسروا الفريق الغني، وهم الزمالك صعد وهو كسب البطولة في الآخر. بس طبعا احنا لما بصينا على اللاعب اللي هو عبد العزيز عيسى، ده كان بيلعب جناح وكان لاعب مميز لاعب سوبر فعلا. وانا شفته وتابعته، وكنت من المتحمسين جدا ان الزمالك يخلص معاه، خصوصا ان يعني فريق دريمز لما الزمالك هيجي يشتريه منه قبل ما اللاعب يعني مثلا يتألق ويبان اكتر، الزمالك كان يخلص معاه وهو هناك في غانا. يعني هم بيلعبوا الفريق الغاني هناك، ويعني اخره اصلا يعني لما يجي يشتروا من الفريق الغاني فريق دريمز اخره 200,000 دولار. يعني مش هيطالبوا باكتر من كده، حتى لو زاد يعني هيبقى نص مليون دولار اقصى حاجه. وطبعا الحمد لله الواحد يعني نظرته للاعب بتبقى كويسه ثاقبه لما الواحد بيقول اللاعب ده مميز وهيجيب نتيجه هيجيب حاجه كويسه، فطبعا بتبقى نظره كويسه مننا. اللاعب بعد كده هو شفنا ان برشلونه الاسباني فاوضه وخلص معاه واشتراه من دريمز الغاني. طبعا اشتروه من دريمز الغاني، الزمالك لو كان خلص مع اللاعب كان زمانه دلوقتي صفقه سوبر. وكمان كان زمان الزمالك بعد كده بعد سنه ولا اتنين هيلمعوا ويبيعوا برضك في اوروبا بمبلغ خرافي. فدي هي الفرق في اداره الزمالك، ان هم ما عندهمش العين الكويسه في اختيار اللاعب من الاساس يعني. تعليق شريف إكرامي على تصريحات أحمد بلال عن نادي الزمالك. علق شريف إكرامي على تصريحات اللاعب أحمد بلال عن نادي الزمالك، وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس كتب شريف إكرامي قائلا: نصيحة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك، تصريحاتك الساخرة والاستهزاء بالمنافس لن تزيد من نجوميتك. يمكن أن تثير اسمك في البرامج وتفرح بها السوشيال ميديا، لكن في الواقع هذا مجرد انعكاس لعقليتك السطحية وعقلك الفارغ. ما قد يبدو لك تصفيقا على السوشيال ميديا يقابله في الواقع نظرات ازدراء من الكثيرين خارجها. الرياضة في جوهرها تقوم على التنافس الشريف داخل الملعب والاحترام المتبادل خارجه. اعلم أن الحياة بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء مؤلم، ولكن رجاء إذا كنت تريد أن تعود للعمل أو يتذكرك الناس، حاول أن تجد طريقا أكثر احتراما. أمثالك من المفترض أن يكون النخبة الرياضية القدوة الحسنة للجماهير وليس العكس. شفت الكلام بقى يا كابتن احمد يا بلال؟ اهو ده راجل اهوت محترم تاريخه محترم اسلوبه. ده كان بيلعب، ده يعتبر من كباتن النادي الاهلي، كابتن شريف اكرامي. فطبعا الراجل اللي هو بيقول لك المفروض انت ما تستهزأش بالمنافس ايا كان، وتستقل باي نادي من النوادي، خصوصا ان الزمالك ده نادي يعني نادي عريق قطب من اقطاب الكره المصريه والعربيه والافريقيه. فطبعا انت لما تيجي تستهزأ، فدي طبعا مش هتزود فعلا نجوميتك. وانا بصراحه من دلوقتي بحيي الكابتن شريف اكرامي على الروح الرياضيه المطلوبه المفروض تكون من قدامى الاهلي والزمالك. و... ودي حاجة إيجابية منه بصراحة. وفعلا راجل محترم وتاريخ مشرف وكابتن من كباتن النادي الأهلي برضه. الإعداد النفسي سلاح جوميز لتأهيل صفقات الزمالك الجديدة قبل السوبر الأفريقي. يتسلح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالتأهيل النفسي للاعبي فريقه قبل مواجهة الأهلي المصرية في بطولة السوبر الأفريقي، والمقرر لها الجمعة المقبل في ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. وأمل الخواجة البرتغالي على تأهيل لاعبي الزمالك من الناحية النفسية، حيث يكونوا على أتم استعداد للمواجهة والتتويج باللقب السوبر.
وعقد جوميز عدة جلسات نفسية مع اللاعبين حرصا لله على دعمهم وحثهم على تحقيق الفوز واقتناص لقب السوبر الأفريقي من المارد الأحمر. كما طلب الخواجة البرتغالي من اللاعبين العمل على السيطرة على مجريات الملعب منذ الدقيقة الأولى، مؤكدا أن الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يستطيعون تحقيق اللقب. في الوقت ذاته حرص جوميز على تأهيل صفقات الجديدة من الناحية النفسية أيضا، خاصة أن مباراة الأهلي ستشهد الظهور الأول لهم، لا سيما أن الزمالك أبرم 5 صفقات حتى الوقت الحالي، وهم الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بن تايك، البولندي كونراد ميشلاك، السنغالي سيدي نضاي، ومحمد حمدي. وتحدث المدير الفني مع اللاعبين الجدد مؤكدا على دورهم الفعال مع الفريق في المرحلة المقبلة ومدى أهمية لقاء السوبر الأفريقي، خاصة أنه أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي. أنا من مؤيدين برضك إن الزمالك المفروض يلعب على الجانب النفسي في مباراة السوبر ديت طبعا، لأن طبعا الأهلي في الآونة الأخيرة كعبه عالي على الزمالك. أي نعم الزمالك كسب الأهلي في بطولة الدوري في الماتش الدور الأولاني 2-1، بس برضك العامل النفسي مهم. والزمالك يعني لعبته ما تنقصهاش حاجة، بس هو خبرات لاعبي الأهلي بصراحة أعلى شوية من خبرات لاعبي الزمالك. ليه؟ هم متمرسين ولعبوا دوري أبطال كذا، وخدوا دوري أبطال مرة واتنين، وكسبوا بطولات كتيرة ودوري، فطبعا الخبرات عندهم أعلى شوية، المحك زيادة، فطبعا هم نفسيا أعلى من لعيبة الزمالك نفسيا، وفنيا ممكن تكون هم أعلى شوية من الزمالك، يعني لو يعني 60-40. بس هي الفكرة في إيه؟ إن الزمالك لو إعداده النفسي كويس ممكن الفوارق البسيطة ديت تدوم، ويبقى الموضوع قريب من بعضه، يعني مش هيبقى مثلا الاهلي مثلا فارق 70-80% والزمالك 20، لا ممكن تلاقي الفرق 55-45، تبقى قريبه في الملعب يعني. وبالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. جوميز يدرس هذا الامر بخصوص دفاع الزمالك في القمه. لا صوت يعلو الان فوق صوت مباراه القمه المقرر لها يوم الجمعه بين قطبي الكره المصريه الزمالك والاهلي. في الزمالك بدأ جوميز منذ آخر مباراة للفريق أمام الشرطة الكيني في إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية في التفكير في القمة الأفريقية أمام الأهلي. بالنسبة لخط الدفاع تحديدا هو الأمر الذي يشغل حيز كبير من تفكير جوميز. يدرس البرتغالي عودة حسام عبد المجيد مدافع الفريق لخط دفاع الفريق في القمة، وبدلا من مصطفى الزناري الذي شارك في آخر مباراة. يدرس جوميز وبقوة تواجد ثنائية حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد في خط دفاع الفريق الأبيض في لقاء الجمعة. أشار أن حسام عبد المجيد سيكون مناسب أكثر في هذه المباراة بجوار حمزة المسلوسي للتواجد في دفاع الفريق الأبيض. وأنا كمان بالنسبة لرأيي أنا يا جماعة، أنا من رأيي إن فعلا حسام عبد المجيد يكون بجوار حمزة المسلوسي في المباراة دي، خاصة إننا شفنا مباراة الشرطة الكيني بصراحة، يعني الزناري ما كانش مردوده عالي أوي في المباراة دي. غير كده إن كان في بساط وأخطاء في البساط، ده حاجة كمان التحرك بالكرة والانطلاق لقدام كان ضعيف شوية من مصطفى الزناري. فأنا بحط صوتي مع صوته إن هو المفروض فعلا حسام عبد المجيد يبقى موجود بجوار المسلوسي. وبالتوفيق لنادي الزمالك. الخبر ده بيكون نهاية الفيديو بتاعنا، شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.